Disciple 6, what's the grid on those CVs? Over. واضح الكلمة. بارك الله بكم يا عمار. الرتل الآلي راح يباشر أول 4 عجلات، خلينا تباشر بعد، خلينا تباشر بعد أول 4 عجلات. Copy that, Disciple 6. We confirm that the targets are moving to a restricted zone. Stand by for clearance. Lotus 2, Disciple 1 here. I'll copy, over. سيدي تم تحرير المنطقة بالكامل. واضح قيمة. كيف لم تعرفوا أي شيء عمن فعل هذا؟ كيف يحدث هذا؟ أين إدارة الأمن؟ مغفلون؟ حاسب على كلامك يا أبا عبد الله. يجب إصلاح ما حدث حتى لو اضطررنا لتفتيش كل بيوت الموصل. ما هذا الكلام؟ جيش لا يكفينا في هذه المهمة، وليست إدارة أمن، ونحن في ظروف لا تسمح. ما هذا الصوت؟ ست كريستين ولدت جابت ولد مثل القمر، بس هي مغمى عليها. يا بختك يا جوان بحب قيس إلك، هذا لو كان يحبني 1 بالألف من حبه إلك، والله كنت صرت أسعد إنسانة بالدنيا. صباح الخير. صباح النور. وين مختفية طول النهار؟ البارحة أم السعد سألتني عليك. ماكو شي. شبيك؟ انتي باكية؟ شيماء، صاير شي أنا ما أعرفه.
هذا ابنك أميرنا؟ احتفظي به وطعميه. خذي، إن احتجتي أي شيء. أمرك أبو عبد الله. الحق ستي حرارتها عالية، وأعتقد صار عندها حمى نفاس بعد الولادة. ليش ما تاكلين؟ مالي نفس، أريد أطمن على كريستين. تقدر تكلم أحد وتطمني عليها؟ إن شاء الله. وأني أعرف إن الموضوع صعب، لكن لو تقدر تلاقي طريقة تهربها مثل ما هربتني من السجن. قيس، أكو شيء ثاني. أني أقدر أكلم بابا؟ حاضر من عيوني، أنت تؤمرين. ألو، منو؟ أنا جوانا. جوانا؟ إي بابا، جوانا. ليش أنت وين؟ شنو أنت؟ كلش مشتاقة لك حبيبي. ليش والله أنا قلق عليك. أنا أتدرب يوميا حتى أتصل بيك وأسمع صوتك. منو يمك؟ أنت وين هسه؟ شلون راح أقدر أوصلك؟ بابا اهدى اهدى، طمني أنت، شلونك؟ صحتك زينة؟ تاخذ الدواء بوقته؟ مو مهم أني، المهم أنت بنتي. أنت أخبارك شنو؟ وضعك شنو؟ صحتك شلونها؟ ليش بعدهم مسيطرين عليك؟ قولي لي أنت وين وأني أجي. لا تخاف، راح أطمنك، بس أنت ادعي لي، ادعي لي أرجع سنجار. إن شاء الله، إن شاء الله بنتي. بس قولي لي، عندك أخبار عن أخوك؟ وين هو؟ جوانا، أنا أريد أجي للموصل. بابا لا، ما راح تجي. طبعا راح أجي، لازم أخلصك من ذولا الأنذال، بس أعطيني عنوان. أنت وين بالضبط؟ ما أريدك تعرض نفسك للخطر. لا شلون؟ أبقى أتفرج عليك؟ ليش أنا ما خلفتك حتى أسلمك لهذا القدر اللي أول ما الجو يهدى والحراسة تخف عن مداخل ومخارج الموصل، أنا راح أجي سنجار، لا تخاف. لا، هذا الحكي ما مقبول. أنا أجيك، أنا أجي للموصل وأخلصك، لو أعرف حياتي ثمن، لو أعرف أدفع أي ثمن. جوانا، تسمعين أنت؟ ليش بس تعطيني عنوان؟ أنت وين الآن؟ هم يمك؟ بس قولي العنوان. ألو، ألو جوانا، جوانا. وصل إلينا معلومات أن أم المنصور عندما كانت في السجن كانت تزورها امرأة على فترات متقطعة وتحضر لها طعام. هذه المرأة من نساء الحسبة. نساء الحسبة؟ من هن؟ أم البركة الموصلية. أم البركة؟ عجيب، مع أنه ما جابت لي سيرة بهذه المعلومة أبداً. مع أن أخيها هو زوجك. زوجي ما جاب لي سيرة بهذه المعلومة أبداً، ما قال لي إنه أخته بتزور أم المنصور بالسجن. أنا راح أستدعيها للتحقيق، ولو اضطريت راح أستخدم وياها العنف حتى نوصل لحقيقة العلاقة بينهم. من الممكن ألا تعترف، ونحن لا نملك دليل قاطع ضدها.
لذلك أرى أن نراقبها بحذر، وسوف توصلها إن شاء الله لمن ساعدها على الهرب. شلون صارت هسه؟ جسمها كل شوية يبرد ويسخن، بس هي بعدي مريضة. ديري بالك، وإلا سوف آخذ روحك. هي الوحيدة التي تستطيع أن تخبرني عن مكان الخائنة. هو أنت ليش أخذت الطفل منها؟ أمه أولى بتربيته، لما تصحى تفرح بشوفته. يا ستي كريستين، وين كانت مضمومة ليش كل هذا الشيء؟ أريد أسألك، أختك تعرف أم الطفل هذا؟ ما أعرف، ما فهمت سبب سؤالك. لا أبدا ماكو شيء، بس وصلني خبر إنه أختك كانت تزور أم هذا الطفل بالسجن وتودي أكل الأمة والصديقات. شيماء كانت تسوي هيك؟ أي غريبة، بعمرها ما حكيت هيك موضوع. مستعد أدفع نص عمري وأشوفها، أوقف قدامها وأشبع من ملامحها مثل قبل. وللأسف ما قدرت أوصل لأي معلومة توصلني لجوانا بالموصل. معقولة أنت؟ جاي من بغداد للموصل وحاط نفسك بنص الدواعش على مود وحدة تحبها؟ وفوقها أنت تعرف إن هي مستحيل تتزوجك بيوم من الأيام؟ كافي، لازم تنسي يا شيماء، ولك قيس يحب جوانا وما راح يحبك. كافي، وعمره ما راح يكون إلك. انسيه ما توجعين قلبك أكثر. هو أنت اللي بيك مكفيك. الحمد لله على السلامة. ماني وين؟ بيت الذباح. شو اللي قاعد يصير بيا؟ انت الحمد لله صرتي زينة، جدك حمى نفاس بعد الولادة. هو أنا ولدت؟ ألف مبروك، إجاك ولد يخبل. وهو ليه ماكو يمي؟ قولي لي هو ليه ماكو يمي؟ أخذوه منك. أنا قلت لشيماء تخفف كل نشاطها وما تحاول تتصل بيا وتخفي موبايل الثريا. الله يستر ما يصير لها شيء. جوانا، بصراحة عندي خبر ما أظن يسعدك. يا خبر؟ صديقتك كريستين. ايش بيها كريستين؟ حكي قيس. ساعة الحسم اقتربت زياد، وتقرر تشكيل غرفة عمليات تضم كافة صنوف قواتنا المسلحة حتى يخططون لبدء الحرب وطرد العصابات من أراضينا بشكل نهائي. سيد، يعني ساعة الصفر تحددت بعون الله؟ لا بعد، بس التنسيق بين القطاعات، بس أنا أشعر بها كلش قريبة. سيدي أنا واثق أن النصر رح يكون حليفنا بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. لأن احنا تعلمنا من الدرس الأخير بحربنا، وهذا الموضوع مستحيل يتكرر مرة أخرى. جوانا، أرجوك اهدي، لا تسوين هيك بروحك.
مو قادرة أتخيل الظروف اللي تمر بيها كريستين. يعني هي بين الحياة والموت وهم ياخذون ابنها منها. دموعك هذه ما تفيد. قيس أرجوك هربها من السجن بأي طريقة، القى حل. ما أقدر وما أريد أكذب عليك، بعد ما هربتك دواعش صاروا أكثر حذر. ما أقدر أحررها، والله ما أقدر أخلصها، والحرب ممكن تبدأ بأي لحظة. وصلتني الأوامر أن نرفع حالة الاستعداد، لأن هناك تقارير مخابراتية وصلت إلى القيادة في الدولة الإسلامية بأن هناك حالة طوارئ في الجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب. دعونا لا نبالغ في هذا الأمر، فالنظام في بغداد سيتردد 1000 مرة في الهجوم علينا بعدما تضاعفت قواتنا وأسلحتنا. نحن لا نحتاج رأيك في هذه المسألة، ولا تنسى أنا أمير الحرب الجديد. ماذا تعني؟ أعني كفاية عليك انشغالك بالزوجة الخائنة الهاربة وبحثك عنها في كل مكان. أبو عبد الله، حرف واحد وأنهي حياتك. اهدأ اهدأ، ماذا تفعل؟ كافي يا جوانا، كافي تقهرين بروحك. يا ريتني ما عرفت السجن، يا ريتك ما هربتني، ما كان صار لكريستين اللي صار. يا جوانا كان صعب أهربها وياك، شو تريدين أسوي؟ وهسه أنا هربت، شنو صار؟ أنت ما تدري الذباح شنو ممكن يسوي بيها. لو صار لكريستين شيء هي أو ابنها أنا ما رح سامح نفسي. ماكو قدامنا حل غير نخرجك خارج الموصل ونوصلك بأمان في كردستان. هسه أنا ومجموعتي قاعدين نخطط لهذا الموضوع. أترجاك جيب لي ابني. معقولة تنطي وحدة غريبة تربيه؟ حرام عليك. قولي لي من هو العاشق وأين مكانهما، ووعد مني أرجعه لك. والله العظيم ما أعرف شي عن اللي تحكيه، والله العظيم ما أعرف شي. لن تريه بعد الآن. أريد ابني، أريده. يا رب يا رب، شنو هذا الظلم يا رب يا رب. أريده. أنا طالع وراح أرجع من وقت حتى أطمن عليك، وإن شاء الله خطة تهريبك من الموصل تكون جاهزة الليلة. تريدين أجيب لك شي وياي؟ مع السلامة. مع السلامة. شيماء، ايش جابك؟ روح هسه ما تشوفك. أريد أحكي وياك. دخلي دخلي. شاكو شبيك؟ أنا أريد أعرف كل شيء ضمدته علي، وأريدك تجاوبيني على كل الأسئلة اللي ما جاوبتيني عليها من قبل. أنتِ لحساب منو بتشتغلين؟ ومنو الجهة اللي خلتك تجندني منو؟ أنا بصراحة حاليا ما عندي أي إجابة لأسئلتك. زين، وشنو علاقتك بزوجة الذباح اللي عشيقها هربها من السجن؟ شنو؟
نصل لشيء ولا خيط واحد يوصلنا إليها. ليس أمامي إلا تفتيش كل بيوت الموصل. من الممكن أن تكون غادرت كل الموصل؟ أعتقد بعدما ضاعفنا الحراسة وأغلقنا كل المنافذ. ما الذي تريده منها؟ ما الذي تريده منها بعدما سببت لك من فضيحة؟ انتي جوانا. كريستين اشتقيت لك. ذبح لزبش وجابتش هنا. جوانا قولي لي شلون اجيتي هنا؟ جيت من نفسي، جيت على مودك حتى ما اتركك وحدك، وراح ابقى وياك، راح ابقى وياك على طول، ما راح اتركك. جيتي برجليك هنا. هاي مصيبة. ذبح علي قتلك. تعالي. جوانا؟ جوانا؟ أني آسفة قيس، ما كنت أقدر أهرب وأترك الموصل وأعوف كريستين وحدها في الظروف اللي هي بيها، لذلك كنت لازم أرجع لها وأكون يمها مهما كان مصيري. أين كنت؟ ومن الذي ساعدك على الهرب؟ حبيب أم عشيق؟ عندي حبيب ولا عندي عشيق؟ كذابة. المجاهد الذي أطلق عليه هذا العاشق النار سمعه يقول لك يا حبيبتي. أنا ما أكذب، اللي عندي قلته إلك، تريد تصدق صدق، ما تريد أنت حر. لماذا يعرض أحدا نفسه لهذا الخطر ويساعدك في الهروب من السجن؟ أفعل هذا لوجه الله أو أغنى مني ونصيبه أكبر مني؟ ابن كريستين وينه؟ لماذا تختاري وترفضيني؟ أقول لك وين ابن كريستين؟ تخبريني من هو هذا العاشق وماذا بينك وبينه؟ أرجع لبنت القاضي ابنها. مستحيل. هاي شلون هيجي سوت؟ للأسف هذا اللي صار. هيك جوانا عملت من غير ما تنطيني خبر. استغفر الله. زين هذه ما خافت على نفسها؟ شلون هيك تسوي؟ شلون تروح للنار برجليها؟ ما فكرت غير بصاحبتها كريستين، رادت تنقذها. وليش ما فكرت بنفسها؟ شلون تروح عند واحد مجرم نفس هذا؟ استغفر الله. تكبير! تكبير! نعم 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 إن شاء الله إن شاء الله. في أمان الله في أمان الله. أميري، إلى أين ستترك الرقة وتذهب؟ جاءتنا أوامر أن
أن نتحرك بقطاعات كبيرة إلى الموصل. وستقومون بغزوة مباركة هناك؟ لا أعرف، لم تأتني الأوامر بعد حتى هذه اللحظة. لدي الرغبة أن أكون معكم. يا أبا الدرداء، الوضع في الموصل يختلف عن الوضع في الرقة. لا يهمني، كل ما يهمني أن نجاهد في سبيل الله وأن أكون قريبا منك يا أبا جعفر. أنت معلمي وأعتبرك أخي الكبير. حسنا، إذن اذهب وحضر حقيبتك، ستأتي معنا إلى الموصل. قلبي مع قيس، بس للأسف التصرف اللي سوته الدكتورة جوانا تهور قاتل. للأسف ما عندنا معلومة نفيدك بيها بعد ما رجعت الدكتورة للذباح. قيس، احنا محتاجينك، محتاجين شغلك، محتاجين معلوماتك المهمة، خصوصا ساعة التحرير قريبة جدا. هسه يلا عرفت وتأكدت إنه قيس عمره ما راح يحس بيه وعمره ما راح يكون إلج، وهو قلبه متعلق بوحدة ثانية، ولج خاطر بحياته على مودها ومستعد حتى يفديها بروحه. شبيك صار لك يومين على هذا الحال؟ حتى الشغل ما تروحين عليه. شبيك؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. حرام عليك، حرام عليك. من هو؟ من هو؟ حرام عليك عوفان، اتركني، خذني من مكانه لا تأذيهن، الله يخليك. سيدي، أنا كلش قلق على جوانا بنتي، بس هي ظروفها ما تسمح لها تحكي هسه. ظروف؟ أقدر أعرف شنو هذه الظروف؟ إن شاء الله بس تسمح إذا الظروف إنه ترد عليك راح نخليها تتصل سيدي. شكرا سيدي. أنا ما أفتهم شلون جوانا تهورت وسوت اللي سوته. للأسف سيدي ما راح نقدر نسوي أي شيء مرة ثانية. وأنا برأيي نوقف تهريب السبايا من المواصل بسبب تجديد الرقابة من الدواعش على الحدود واستخدام الطائرات المسيرة. يا ياسر، يا حليم، الحقوني! اصرخي كما تريدين، رجلي! لن يسمعك أحد. رجلي! رجلي! الله يخليك عمي! رجلي! ابوس ايدك، ابوس ايدك. فرصة واحدة للنجاح، سؤال واحد وبعدها أخذك للمشفى. سألني، من هو العاشق؟ من هو عاشق جوانا؟ ما أعرف، والله العظيم ما أعرف، صدقيني ما أعرف، والله العظيم ما أعرف. ليش ترجعين؟ ليش ترجعين بعد ما هربتي؟ ليش؟ عاجبك اللي يصير بينا؟ الله أعلم وين أخذها وراح وشنو راح يسوي بيها. ما عاد بيها، يا نعيش سوا يا نموت سوا.
سامحيني حبيبتي، أنا ما أعرف شو أقول. كريستين، أنا بعمري ما زعلت من عندك. أنت عندك حق، أنا السبب بكل شيء صار لكم. ما تقوليني هيك، أنا تعبانة، أريد ابني، أريد أخذها بحضني، شم ريحتها، هذا أقل حقوق من حقوقي، ما أريد تزعلين. ليش يا جوانا؟ ليش هيك سويتي؟ ليش رجعتي له؟ ليش ضيعتي كل اللي سويته وسهرت الليالي أخطط له؟ خاطرت بحياتي على موتك. ليش يا جوانا؟ من يوم ما عرفتك وحبيتك وملكتي علي قلبي وروحي وانت بعيدة عني بعد السما عن الأرض، عمري ما حسيتك تحبيني أو إن قلبك دق على مودي، ومع ذلك مو قادر أبعد عنك ولا أنساك. ليش؟ وين هريم؟ في جهنم وبئس المصير. قتلتها؟ نعم، لم تعترف باسم العاشق، لهذا استحقت العقاب. ويليام! حدث للخادمة سوف يحدث لك يا بنت القاضي. هذا جزء من عقابي لك. حياتها الآن أصبحت بين يديك، ارحميها وقولي من هو. قتلني أني وريح نفسك. القتل رحمة لك، لن يحدث حتى أعرفوا من هو وأذبحه أمامك، وبعدها أقرر كيف تموتين.